هاي نوران، ازيك؟ هاي. برنامج انت مين هنتعرف بيه على شخصيتك وهنتعرف عليه على انت اونلاين عامله ايه وكمان على شغلك. اوكي. هنبدا الاول ونملى البطاقه بتاعتك. اسمك بالكامل ايه؟ نوران ماجد سيد درويش. مكان الميلاد؟ القاهره. وعايشه فين؟ دلوقتي التجمع. اول ما اتولدت مصر الجديده والزمالك. تاريخ الميلاد عارفين ان هو 2 اكتوبر، حابه تقولي سنه؟ 1996. انت من الناس اللي بيقولوا عمرهم عادي؟ لا لسه صغيره يعني. الحمد لله. اوكي. حالتك الاجتماعيه؟ عزباء. عزباء. اوكي. طيب نوران، احنا بنعمل دراسه من خلال ملامحك وبنقول ايه هي ملامح شخصيتك بس من خلال تقطيعك. ماشي. اوكي. طبع الحسن اللي في وشك بيدل على شخصيه واثقه من نفسها قوي وبتتعامل دايما على انها قائد، صح ولا غلط؟ صح. بتتعاملي دايما على انك قائد؟ انا من وانا صغيره انا كنت الاخت الكبيره، دايما كنت انا المسؤوله بقى وانا اللي بعمل كل حاجه فمن وانا صغيره متربيه على كده. نوران هي البنت الكبيره بتاعت البيت، فهي بتعمل كل حاجه، هي اللي ليها السلطه في البيت يعني. حد ممكن يعرضك في رايك وتعديها عادي؟ لو اختي الصغيره اقنعتني بكلامها. نسبه السيطره عندك قد ايه؟ في العلاقات ولا في الاجتماعيه؟ نقول في العلاقات وفي الحاجات الاجتماعيه عادي. في العلاقات احب احس ان هي 1 to 1، يعني مش لا هو مسيطر عليا ولا انا مسيطره عليه. في العامه ما احبش حد يفرض رايه عليا ابدا، ولو حد قال لي رايه حتى لو هو صح اروح اعمل حاجه تانية عنيده جدا. عنيديه. برج الميزان بقى. الله. اوكي. طيب تاني ملمح في وشك هو الجو لاين المتحدد بالمسطره. طبعا ما شاء الله قمر. بيدل على شخصيه ملهاش في اللوع وستريت جدا وملهاش في الحركات. انت صح كده ولا لا؟ صح جدا. ولما بحس ان حد بيفكر فيا بطريقه تانية بستغرب ليه بيفكر كده، يعني بتضايق قوي اللي هو موضوع انا مش كده، انا كده. يعني ده فعلا شخصيتي قوي. انت ستريت جدا جدا. لو قابلتي حد محوراتي بتصرفي معاه ازاي؟ ما بتعاملش معاه اصلا. يعني برافو، انت شاطر جدا، يلا باي باي بقى على طول كده. ما بضيعش وقت. شعر اسود طويل ومش متهوره معاه، مش بتغيري لونه كتير. اوكي. ده شخصيه بتحب الحريه وبتكره القيود. انا لو يعني انت فيك كل المواصفات الحلوه وجيت قيدتني او انا ببقى صريحه جدا، لكن لو حسيت ان انت بتاخدني في حته اللي هو لا انت مش هتروحي، لا انت مش هتيجي، لا انت مش هتعملي، اهرب من غير ما يبقى في اي حاجه. بحب الحريه جدا جدا جدا، ما بحبش حد يقيدني ابدا. طب لو حبيتي حد جدا 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 هتسمحي يسيطر عليكي ولا لا؟ لا برضو؟ لا. هو هيبقى فاهم اكيد، هيبقى ذكي. انت طولك مناسب، مش قصيره ومش طويله، وده معناه انك معتدله جدا في اتخاذ القرارات، مش متهوره جدا، بتفكري شويه، في الاخر بتسمعي صوت دماغك، بس بتحبي التفاصيل بشكل ممل. بعشق التفاصيل لان انا بشوف الكاركتر هو تفاصيل، يعني انت عباره عن تفاصيل. اهتميت بالتفاصيل بقى كلك حلو على بعض. التفاصيل دي محدش بيشوفها غير الشخص اللي بيدقق قوي، فدي بالنسبه لي مهمه جدا جدا. طيب انت عامله حرف تاتو ان على ايدك، ده نرجسيه شويه، ممكن يبقى ميزه ولا عيب؟ بحب نوران، مش عارفة إذا كانت الناس هتاخدها إن هي نرجسية ولا لأ، بس أنا غيرت نوران قوي، يعني غيرت نوران قوي وطورتها قوي وحاولت أشتغل عليها قوي. فلما بعتز باسم نوران، وخصوصا إنه مش موجود كتير كمان، فبحس إنه هو مميز، مش نرجسية قوي. بس هو يعني حب للذات، دي مش حاجة وحشة. أكتر حاجة عايزة تغيرها في شخصيتك مش عارفة؟ كنت هقولك الطيبة، بس اكتشفت ان هي الطيبة دي حاجة مهمة لازم تبقى في البني آدم. هي دي اللي بتفتح لك أبواب الخير كلها. طول ما انت نيتك صافية وكويس هتفتح لك أبواب الخير. الأول كنت مفتكرها عيب، لأن كان ممكن الناس تضحك عليا عشان أنا طيبة أو كده. دلوقتي لا، شايفة ان هي ميزة كبيرة قوي. وقعتي في مشكلة بسبب طيبتك ازاي ده؟ ان انا كنت بصدق، يعني لو قلت لي في أسد ورا الباب ده هقول لك ايه ده بجد يا مامي؟ لا كده يعني. قلتي قبل كده ان الست عشان تبقى ست لازم تعرف تعمل شغل البيت. انتي بتعرفي تعمل شغل البيت؟ يعني لو فاضيه الايدين الناعمه والباديكير والحاجات دي بتعمل شغل البيت؟ أوكي. لا، وممكن البس ساعه كمان عادي جدا وامسح الاطباق واعمل كل حاجه ولو شايفه حاجه مش مترتبه في البيت، انا من النوع اللي لازم ادخل الاقي البيت ريحته حلوه قوي ومتنظف قوي ومترتب جدا. اتعودت على كده من وانا صغيره. والاكل لازم يبقى ليه طعم حب كده، ليه
تاكله، لو عايز تكمل الطبق. اكتر اكله بتعمليها وشاطره فيها جدا مكرونه بشاميل. البشاميل والبانير. طب قولي لي بقى السبب او السر اللي يخلي البشاميل ما يكلكعش وانا بعمله؟ انك تضرب البشاميل كويس جدا وانت بتعمله على النار بالمضرب بتاع اللي هو الكيك ده، تفضل تضرب كتير وتزود لبن وشويه كريمه او حاجات كده. وعشان يبقى كريمي وتيستي كده احط عليه ايه؟ كريمي وتيستي تحط ممكن جبنه موتزاريلا من فوق شويه، وحته نص بيضايه وانت بتحط البشاميل، والنص التاني فوق البشاميل من فوق عشان يدي لون كده حلو. غير المطبخ انت بتسافري كتير. قولي رحتي كام دوله؟ رحت فرنسا، برشلونه، لشبونه، امريكا، نيويورك. امريكا في نيويورك ونيو جيرسي، دبي، لبنان، تركيا كده يعني. ايه بلد نفسك تروحيها ولسه ما رحتيهاش؟ مالديفز. المالديفز وافريقيا انا نفسي اروح هناك واشوف بقى الحيوانات قوي الطبيعيه دي والناس اللي هم بيبقى جواهم طيبه. هم يعني السمر انا بحبهم قوي، ان هم بحسهم طيبين قوي وبيفرحوا باقل حاجه، ما بيعملوش اي حسابات، ببساطه يعني. اوكي. اكتر مطبخ في البلاد دي كلها قريب من قلبك قوي استطعمتي اكله؟ نفسي اروح ايطاليا عشان المكرونه، ادوق بقى مكرونه ايطاليانو واشوف الحاجات دي. استطعمت اكل لبنان بحبه قوي. اكلتي ايه في لبنان؟ كلها فتوش، الكبده النيه، الحاجات دي الناس هتقرف مني دلوقتي. طب انت العود ما قلتش انك اكيله كده مفيش وزن زياده؟ لا بحب الاكل قوي. اوكي. اكيله جدا، بس بحاول احافظ بالجيم دايما. يعني يقولوا لي انت بتاكلي كتير قوي بس حافظ بالجيم. اكتر حاجه بتشدك في الرجاله نظافتهم والهايجين، انت قلتي كده. طب قبل الهايجين صفات الراجل بقى، يعني شفتيه لقيته هايجين نظيف واخد باله من سنانه ومن ضوافره، صفاته ايه بقى عشان تشدك بعد كده؟ راجل بمعنى الكلمه، قد المسؤوليه، عارف يعني ايه انثى ويعني ايه اهتماماتها، بيهتم بالتفاصيل وبيهتم بذوقها وبيهتم انه ياخد باله منها ويكبرها دايما. حتى لو هي عملت ايه قدام الناس يجي يكبرها، بينه وبين الناس يكبرها، ما بينه وبينها يعمل اللي هو عايزه. تحس ان هو يبقى وحش كده في وسط الناس بس معاه هو طفل، معاه هي طفل، ما يبقاش كده يعني. قابلتي حد بس المواصفات دي ولا لسه؟ بس يعني ممكن نكون ما اتفقناش قوي، بس تمام. وانتي صريحه كده معايا، قولي لي عندك كام اكس؟ كام اكس؟ ايه الاسئله المحرجه دي؟ 2. اكس عليهم انه سابوكي ده اولا. ده اكس عليهم عشان ما حدش يسيب القمر ده مبدئيا. طب ايه الحاجه اللي بتخليكي تقطعي دايما مع الاكسات؟ خلاص انت مش عايزاه. مبدئيا كده انا عمري ما اتخنت، والله بجد عمري ما اتخنت. عيط. عشان الكذب. بتكشفيهم ازاي؟ هو ربنا. ربنا والله. طب قولي بجد ازاي البنت في اي علاقه تعرف الراجل الكذاب اللي بيحور عليها؟ اوعى البنت تروح تلف على الولد عشان تعرف هو راح فين ولا جه منين. خليكي انت بعيد، هو كل حاجه هتجيلك طول ما نيتك صافيه، كل حاجه هتجيلك. الرجاله بطبعها كذابين؟ ده انت قلتي من اول مره. هم عارفين ان هم كذابين، او انتوا عارفين ان انتوا كذابين. يعني بنحاول، او مش كذابين، انتوا بتاخدوها في حته تانية ان احنا مش كذابين، احنا بنحاول نحافظ على العلاقه فبنحور، لكن انتوا تاخدوها عشان هي كذب. زي ما بتشوفوش ان انت راجل خاين، لا انا مش خاين. كده. نوران قولي لي اللاف لانجوج بتاعتك ايه؟ لما حد يعبر لك عن حبه او انت تعبري لحد عن حبك، ايه بقى؟ اقول لك حاجه غريبه جدا، انا لما بحب حد بقول له دايما كلمه واحده، يعني اصحابي القريبين عارفينها قوي: ابو شكلك. ابو شكلك. والله دي اللاف لانجوج بتاعتي. تقولي ابو شكلك. ابو شكلك يا شيخ بقى. طب بالنسبه للهدايا، بالنسبه للورد؟ الهدايا الورد بحبهم جدا بصراحه. بحب المفاجآت، بحب اتفاجئ وبحب افاجئ. يعني بحب دايما ان انا افاجئك، اللي هو انت جاي مثلا انا عارف ان انا مش عامله حاجه بس تلاقيني فجاه خارجه لك بهديه، مش عشان خاطر حاجه بس عشان خاطر انت عملت حاجه بسطتني. فحاسه ان انا الهديه دي بتبقى عباره عن تذكار ما بين الاثنين. بشوف ان ده حاجه حلوه حتى لو ما كانتش غاليه. لا حتى لو ما كانتش غاليه، يعني بالنسبه لي مجرد تذكار اقعد افتكره. قولي لي ايه الريد فلاج لاي بنت رايحه اول ديت؟ شوفي ده ايه يا ربي بسرعه.
لو ما بيتكلمش وبخيل. مش البخل مش فلوس بس بالنسبه لي، البخل مشاعر وبخل كلام وبخل اهتمام يعني بيبقى بخيل في كل حاجه. انا مش هعمل حاجه. بتكشفه ازاي؟ هو من اول ما انت بتقعدي معاه بتشوفي هو بيتكلم اكتر ولا انت بتتكلمي اكتر، بياخد باله من التفاصيل بتاعتك ولا لا، مهتم اصلا ولا لا كده يعني. بعد كده الشيك يجي تشوفي بقى هيبص للشيك كده ويدقق قوي. هو انت طلبتي ميه ولا لا؟ نوران مين بيختار لك الستايل بتاع اللبس بتاعك؟ انا ولو حاجات معينه عندي كريم بصراحه، هو ولد بتاعي ستايلست. ممكن تلبسي اكتر من اوتفيت في نفس الاسبوع؟ اكيد عادي يعني تكرري لبس عادي؟ لو اكرر لبس لا. يعني عمرك هتلاقي عندي صورة فيها لبس متكرر، أو مش عشان حاجة، عشان أنا بحب التغيير. يعني مش عارفة أغير في شعري ولا شكلي فبغير في لبسي. أوكي نوران، أنت مرشحة بقوة لأجمل 100 وش على مستوى العالم. الله ده بجد في صحف كتبت كده عنك انت مرشحة. الحمد لله. أنت شايفة إن جمال الست دايما في ملامحها وتقطعها بس؟ لا، الملامح الحلوة ربنا بيحطها عشان تفتح لك القعدة أو الناس تحبك، يبقى وشك بشوش كده وحلو والناس حابة تتفرج عليه. دي نعمة من عند ربنا، دي ما حدش ليه دعوة بيها. لكن الشخصية بقى من جوه، إنك أصلا عارف تتقبلني وأنا قاعدة، إنك عارف تتفرج عليا، دي حاجة بتاعت ربنا. الست عشان تبقى حلوة بتعمل إيه؟ حلو. انا حتى ممكن اشوف، انا قلت لك الناس سمر، احنا بنبقى في المجتمع بيبقى شايف ان في ناس سمر مش حلوين، بس انا بشوفهم حلوين جدا، لان انا بشوفهم من جوه. الطيبه والجدعنه والرضا، انك تبقى راضي ومبسوط لغيرك اكتر ما مبسوط لنفسك، ده بيخلي ده كله يطلع على وشك. عمري الحمد لله ما حقدت على حد ولا قلت ده اشمعنى وده معايا. عشان كده ربنا بحسه بيحبني قوي قوي، يعني بحس ان هو بجد بيفتح لي حاجات انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان هي ممكن تبقى موجوده ليا. ربنا الحمد لله. نرضي ربنا نحلو ويبقى شكلنا حلو. والله العظيم طول ما انت بترضيه وبتعمل عشانه هيرفعك للسما فما فوق. ممكن تنزلي من شانيل اللوكال براندز؟ عملتيها قبل كده؟ انا اختي اصلا بتعشق اللوكال براندز كلها، فانا بلبس ساعات اللي هو الله الجينز ده حلو قوي، جبتيه منين يا قروبه؟ تقولي من لوكال براند اسمه كذا، مش عارفه. كان في براند اسمه اصيلي كان خارب الدنيا شويه، فكنت بحب قوي الهوديز بتاعته والحاجات دي. تاني سيجمنت من برنامجنا النهارده عن انت اونلاين. لعبسنا وراكي كده على السوشيال ميديا وهنسالك عن شويه حاجات. اكتر بلاتفورم بتحبيها هي ايه؟ مفيش حاجه معينه بصراحه. انستجرام، فيسبوك، تيك توك، بتحبي ايه؟ انستجرام اكتر. انا كنت مهتمه بالانستجرام قوي من زمان، بس انا برضو الناس ما تعرفوش، انا ممكن انزل البوست دلوقتي واسيب الموبايل، يعني ما بركزش قوي. يعني مايا اختي هي اللي تقولي الاخبار، او خالتي الاقيها بتكلمني تقولي ده حصل 1 2 3 4، لكن بحب اركز في حياتي انا اكتر. اوكي، كاتبه في البايو بتاعك على انستجرام اسباير، طموحه. ايوه قولي لي طموحه بقى، نفسك في ايه؟ طموحك بيوديكي لحد فين؟ نفسي اكون، ومش غرور، أهم نجمة في الوطن العربي كله، ونجمة مصر الأولى ومن نجمات هوليوود. يا رب دايما هيحصل إن شاء الله. طب في بيج على الانستجرام أنت عاملة لها فولو اسمها نوران اوتفيت، وبيج تانية نوران هير كير، أنت اللي عاملاهم ولا دول الفانز؟ هير كير أنا البراند اللي نفسي أعمله حاجة للهير للبنات كلها، عشان أنا كان نفسي أعمل حاجة بعدين لما اموت ان تبقى الحاجه دي ريليتد بنوران. يعني الشعر، ان انا نفسي كل الناس يبقى شعرها شكله حلو، حتى اللي عنده مشكله في الشعر او عنده حاجه للسرطان او كده، فيبقى عندهم حاجه بترجع لهم شعرهم تاني. يعني حاجه هي نوران عملت البراند ده عشان خاطر الشعر، عشان الشعر انا بشوف ان اكتر حاجه بتاثر في البنات والولاد. والله يعني كله شغال دلوقتي في استاجات وبوريك. طيب والبيج بتاعت نوران اوتفيتس انت اللي عاملاها عشان لا دول فانز، يعني اي حد بيعمل لي صفحه للفانز او كده بعمل لهم فولو، يعني هم بيبقى بالنسبه لي اي ابريشيت بصراحه ان انتوا بتحبوني قوي كده. قولي لي بتتابعي الكومنتات على السوشيال ميديا عندك؟ لا كنت الاول بتابع، بعد الحلقه بتاعت بلايند ديت شو مش عايزه اتابع. ليه؟ عشان مش عارفه، يعني شفت كام كومنتس كانوا غراب، وانا كان بالنسبه لي انا كنت في الوقت ده بعمل مسلسل مش عارفه عارفين اهل الخطايا، وكان دور رامو شيطانه من منطقه شعبيه، هي طالعه شعبيه،
فانا درست الكاركتر مع رامي الجندي. رامي الجندي يعتبر استاذ كبير جدا، فبيخلي الممثل يدخل جوه الكاركتر قوي، يعني يذاكره بكل حاجه فيه. فكانت شخصيه راما مأثره عليا شويه، يعني كنت حاسه ان انا ايه يعني لو فكه شويه يعني عادي يعني وما اعرفش ايه. فلما اتعاملت بطبيعتي وقت التصوير وكان وقت البرنامج في نفس الوقت، حسيت ان الناس ما كانتش متقبله وكلمه رقاصه او ايه مشكله لو انا رقاصه يعني. انا كنت قبليها لو بتفرجوا على الحلقه او بقول بتاخر في الشغل، ليه انت رقاصه؟ قلت له لا مش رقاصه، بس ليه يعني؟ طب لو رقاصه بقى هتقول لي ايه؟ بلعب وعايزه. خدوها بقى ان انا رقاصه وان انا طب على فكره ما عملتش حاجه. ومالها الرقاصه؟ والله ما عملت حاجه والله انا قلتها كده. فبطلتي تقري الكومنتات دي كلها؟ خلاص بقى يعني نفسيتي حسيت اللي هو كده، قلت لا. انت مع الهيت كومنتس بتتجاهليها ولا بتعملي بلوك ولا ممكن تردي؟ لا ما ردش ولا اعمل بلوك ولا ده رايك خليهولك. انا مش هغير فكرك، بس انا كده ومش هتغير عشان خاطر حد ابدا. انتوا هتتقبلوني كده تمام، مش هتتقبلوني كده تمام برضه. طب احنا ممكن نسقف لها الكلمتين دول يا جماعه؟ برافو عليكي. في صورة تانية وكاتبة عليها ولنا في الخيل حياة، انت فعلا بتركبي خيل ولا ده عشان الصورة بس؟ لا انا بحب الخيل قوي. الخيل انا بحس ان هو ممكن يمشي في اي اتجاه، في اي جو، في اي حاجة، في التلج، في الصحراء، في الحر، في النار، في كل حاجة ممكن يتأقلم عليها. ربنا خلقه من الاول علشان خاطر يبقى حاجة بتساعدنا قوي. بحس في حياة، في شموخ، عنده شموخ ومفيش ليه ريس ابدا. هو ريس نفسه. هو لو حبك هيعملك اللي انت عايزه، لو ما حبكش هيوقعك من عليه ويجري. انت تخلي بالك. لا شكرا. طب انت على الانستجرام كمان حاطه فيديوز كتير وانت جسمك كله ليونه وبنعمل رياضه، ازاي بقى اوصل لليونه دي؟ تحبي نفسك قوي، تشوفي نفسك عايزه تشوفيها عامله ازاي، عايزه تشوفيها احلى جسم في العالم هتخليه احلى جسم في العالم. عايزه تهتمي بتفاصيل تانية هتهتمي بالتفاصيل التانية. انا بشوف كل واحده هي قادره تعمل اللي هي عايزاه. وصلتي للمستوى ده مليونه بعد قد ايه تمرين؟ سنتين. عايزه تعملي فوازير؟ قوي. ايه اللي خلاك تقول كده؟ عشان دي كل حركاتك بتقول فوازير. الله انت مش فاهم. ده حلم حياتي. حقيقي؟ حلم حياتي عشان الاطفال، مش عشان الأطفال بس، عشان الأطفال الكبار. أنا بعشق الأطفال مع إن ما حلمتش عمري إن أكون أم، بس بحب الأطفال. بس هتبقي ماما إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب أوكي. في صورة كمان كاتبة عليها كابشن I'm here to enjoy this life. إيه أكتر حاجة بتبسطك في الدنيا عموما؟ إن أنا أشوف الحاجات اللي ربنا خلقها، الطبيعة، الحياة، إن أنا أستمتع بكل وقت. يعني أنا ما عنديش وقت أحزن بجد. انا بشوف ان ده عيب وميزه. انا ما بحزنش على حاجه، هو يا دوبك انا ممكن موقف يحزنني ساعتها ويلا لازم اشتغل ولازم انزل ولازم اروح ولازم في شوت فلاني، في ما اعرفش ايه، في اشغل نفسي باي حاجه. مش عايزه حد انا حلفت ان انا لازم اكون حاجه مهمه جدا، وان شاء الله ربنا هيقدرني عليها. هتبقي كده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احتفلتي بعيد ميلادك اللي هو يوم 2 اكتوبر زي ما قلنا في الكعبه وانت بتعملي عمره. ده تقليد كل عيد ميلاد ولا دي كانت مره كده؟ لا دي كانت اول مره اعمل كده، وكان اول مره اعمل عمره كانت السنه دي شهر 1 اللي قبل عيد ميلادي. في كونكشن ما بيني وبين ربنا قوي. انا حسيت ان انا عايزه اروح اقضي معاه وانا قاعده، بس مش عايزه كيك ومش عايزه فساتين ولا عايزه ربنا. وربنا بعديها بيرزقني بحاجات وهدايا. انا بالنسبه لي بتبقى احلى هديه ما بتجيلي من ربنا. عارفه لما بتروح للبص الشغل بتاعك او كده مستني بقى هديته اللي انت مستنيها عشان عيد ميلادك، هو انا ده بالنسبه لي ربنا عندي اهم من اي حاجه واي حد. اول دعوه دعتيها لما شفتي الكعبه كانت هي؟ يا رب كرمني دايما وخليك معايا وما تبعدش عني، ما تخلينيش حاجه تبعدنا عن بعض. ليكي صور من غير ميك اب خالص ووش ملائكي بريء جدا، ده نو ميك اب ولا هو فعلا ما كانش فيه ميك اب؟ لا نو ميك اب. انا ما بحبش الميك اب كتير اصلا، يعني بحس ان انا ببقى احلى من غير ميك اب. على فيسبوك عامله ستوري حلوه قوي وانت بتشتري ساعات رولكس، انت على طول سينيهات ولا ممكن تلبسي حاجات كوبي؟ لا كوبي لا، ما البسهاش اصلا ما البسهاش. لكن لا، طالما قادره ان انا اشتري في ده، انا ممكن اجيب التيشيرت غالي هيفضل معايا سنين كتير قوي. دي مامتي الله يرحمها كانت بتعلمها لي. ممكن الشنطه اجيب شنطه بس هي هتقعد معايا كتير قوي، غير لما اجيب شنطه كوبي هدفع فلوس فيها قد كده وهتترمي تاني يوم. اخر سيجمنت معانا انت والشغل، هسألك اسئله وتردي عليا. مين نفسك تشتغلي معاه وتعملي بطوله؟ تامر حسني
احمد عز طبعا بحبه جدا. كريم عبد العزيز. اكتر دور شفتيه وقلتي انا كنت عايز اعمل الدور ده، دور اتعمل؟ دور اتعمل؟ اتعمل دلوقتي ولا اتعمل قبل كده؟ ايا كان، انا نفسي اعمل الدور ده. الدور ده كان المفروض يجي لي انا امثله. مش عارفه، بس يعني انا دايما بشوف حاجه تعجبني بقول يا لو كنت عملتها بقى وكنت هارلي كوين. مش عارفه تعرفها ولا لا؟ ما اعرفوش، بس هو باين عليه دور حلو. يا نهاري، انا بالنسبه لي الشخصيه مجنونه. شخصيتك في اهل الخطايا شبهك بنسبه كام في المية؟ هي في الحته القياديه، بس اللي هو لا انا هعمل ده مش هعمل ده، اللي هو بتصر على اللي هي عايزاه. هو دايما الشيطان بيصر، هو شغلانته انه يصر ان هو يخليك تبقى وحش. نوران، رغدة في ولاد رزق وسارة في الاختيار، حبيتي انهي شخصية اكتر؟ رغدة. اشمعنى رغدة؟ رغدة علشان كانت بالنسبة لي هي الانطلاقة، هي اللي الناس عرفتني منها. أستاذ طارق العريان هنا كان هو سبورت ليا جدا بصراحة، الراجل ده ليه فضل عليا لحد ما أموت. بس فرغدة بالنسبة لي كانت الشخصية اللي هي بقى هي نصابة، بس أنا محدش ليه دعوة بيا. أنا لو أنتم مفكرين نفسكم شقية فأنا شقية أنا كمان. نفسك تعملي دور إيه في القضايا اللي بتهم الست في المرحلة اللي جاية؟ في قضية عايزة تعمليها فيلم؟ قضية عايزة أعملها فيلم، قضية مش التحرش خلاص بقى عملوها كتير. لا، عايزة أعمل قضية إزاي المرأة ممكن تعتز بنفسها في المجتمع قوي وتقيم نفسها، ما تتنزلش عن حقها عشان خاطر الحب ولا عشان خاطر أي حاجة. طيب قبل ما أقول لك باي هتقولي أنا نوران ماجد وتكملي النقطة. أنا نوران ماجد طموحة. نوران شرفتينا ونورتينا. شكرا. أنت جميلة جدا. أنت اللي جميل قوي والله. أنت أكبر نجمة في الوطن العربي والعالم كله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا.